لو سرحت بخيالك وحاولت تتخيل شكل السنين الجاية هيكون عامل ازاي، هتتخيل ان الروبوتس بقت موجودة في كل مكان، وعالم الميتافيرس او الواقع الافتراضي بقى موجود على ارض الواقع، والعربيات بقت بتطير والموبايلات خلاص اختفت، وعينيك بقت قادرة تعمل كل اللي الجي بي اس كان بيعمله. انت بتتخيل عالم مبهر في كل حاجة ما فيهوش ولا غلطة، ولكن في جانب تاني انت مش واخد بالك منه. تعال انا وانت نشوف حقيقة العالم هيكون عامل ازاي سنة 2090. السلام عليكم. في قعدة صفا قعدتها مع أهلك حبيت تسألهم كانوا متخيلين العالم إزاي سنة 2022. لو ما كانوش مستنيين نهاية العالم في 2012 فهتلاقيهم كانوا راسمين حياة غير اللي احنا عايشينها خالص دلوقتي، حياة معدل التطور والرفاهية فيها أقل بكتير من اللي بنشوفه النهاردة، وحاجة زي دي أنا شايف إنها طبيعية لأن خيالهم اتبنى على التطور البسيط اللي كان موجود وقتها. لو بدأنا من سنة 1956 هنلاقي إن في السنة دي سمعنا لأول مرة عن مصطلح الذكاء الاصطناعي أو ال AI بعد اعتماده في مؤتمر دورتموث على إيد عالم الكمبيوتر الامريكي جون ماكارثي. المجال ده عمل طفره بسبب نوعيه الابحاث اللي كان بيقدمها، بالرغم ان تمويل الحكومه وقتها كان مخستع شويه ما كانش مساعد، الا انه من 97 وقت ما غلب جهاز ديب بلو اللي كان من انتاج شركه اي بي ام بطل العالم في الشطرنج جاري كاسبروف، وبقى اول جهاز كمبيوتر يهزم بطل عالم، والدنيا اتغيرت تماما. بقى في ايمان من الحكومات والمستثمرين ان المستقبل كله موجود في المجال ده، وفعلا فضل يتطور واحده واحده. عندك مثلا في 2002 الاي اي ظهر لاول مره في البيوت على شكل مكنسه كهربائيه اسمها الرومبا في 2002. انا افتكر ان في الوقت ده النت كان لسه داخل مصر، وبعدها بكام سنه في 2006 الذكاء الاصطناعي دخل في عالم البيزنس، وبدات شركات زي تويتر وفيسبوك ونتفليكس تستخدمه. مؤخرا بقى موجود روبوتس بتطبخ وبتغسل وبتكتب شعر. اميره البيئه اللي بقت في خطر، بس لسه ما ظهرش الروبوت اللي هيقدم لك حلقه زي دي. اخر تقرير نزل عن الاي اي متوقع ان حجم سوق الذكاء الاصطناعي يوصل في 2027 ل 226 مليار دولار. كل ده يخلينا نقدر نتخيل شكل المستقبل هيكون عامل ازاي. من المشاريع المخطط تنفيذها خلال ال50 سنه الجايه هو الفاكيوم ترينز او القطارات الهوائيه. استنى عندك، من السبعينات والعالم بيحلم بوسيله النقل اللي تحركنا من مكان للتاني في اسرع وقت. في 1976 ظهر فيلم امريكي اسمه لوجانز ران كان بيحكي نفس الفكره، عشان كده اتصنف وقتها انه خيال علمي، ولكن الخيال في العالم بتاعنا لازم بيتحقق. والنهارده مشروع الفاكيوم ترينز بقى موجود فعلا بس على الورق، لكن في 2090 هيكون هو وسيله النقل الاساسيه. قطر كهربي مبني على اساس تفريغ الهواء وقوه الدفع، هيتحرك بسرعه قريبه من سرعه الضوء، وهيقطع مسافه 4000 كيلو متر في ساعه واحده. يعني لو هتركب القطر ده وهتسافر من اوروبا لامريكا فانت مش هتحتاج غير ساعه واحده بس. النهارده عشان تقطع نفس المسافه بالطياره فانت هتحتاج 7 ساعات وربع، ده من غير ترانزيت. لو بترانزيت بقى قفلهم 8. البتاع ده لو جه عندنا انت مش هتلحق تسال انت فين. لو انت انبهرت فخليني ابهرك اكتر واقول لك تطور الروبوتس هيوصل لحد فين. فكره وجود روبوت شكله طبق الاصل من الانسان هي فكره سهله جدا وموجوده بالفعل. في مهندس روبوتس ياباني اسمه هيروشي ايشيجورو عنده مجموعه كامله من الروبوتس البشريه. مش بس كده، ده عمل روبوت طبق الاصل من شكل بنته اللي عندها 5 سنين. الراجل ده اتسال عن سبب قله وجود روبوت شكلنا، قال لك ان كل ما الروبوت اللي قدامك شبه البشر فعلا كل ما شكله بقى مقزز. لما تكون عارف ان اللي قدامك حته حديده وبتتعامل على الاساس ده بتحس ان عقلك مرتاح وعارف يتعامل ازاي. لكن لو الاله دي كان ليها وش بعينين ومناخير وقادره تتفاعل مع كلامك وتبص في عينك وتعبر لك عن مشاعرها، ساعتها عقلك بيكون في حاله عدم قبول للمنظر ده، اللي هو انا عارف انك آلة بس مش قادر اتعامل على الاساس ده، في حاجه غلط. ده غير ان الجلد الصناعي والشعر والاسنان بيكلفوا ملايين الدولارات على الفاضي. عشان كده قال لك ان التحدي في المستقبل مش ان الروبوت يبقى شبهنا، التحدي الحقيقي في الوظيفه اللي هيقدمها، هيقدر يعمل ايه. في 2090 متوقع ان كل الوظائف هتتم عن طريق الروبوتس او الاي اي. عصر الاتمته، درونز هتوصل الطلبات او الدليفري لحد عندك في البيت. الروبوتس هو اللي هيصمم ويصنع وكمان يسوق العربيات، انت بس اتفرج عليه. عالم الميتافيرس او الواقع الافتراضي هيبقى واقع تقدر تعيشه طول الوقت، هتلف العالم وتحضر حفلات وتروح اماكن محظوره وتعمل كل اللي انت عايزه وانت قاعد في البيت، كل ده عن طريق النضاره دي. الذكاء الاصطناعي هيكون موجود في كل مكان. العماله البشريه في المصانع والمحلات هتقل بنسبه 80%، وفي دراسات ضعيفه بتقول ان البشر عددهم هيقل عن الروبوتس، يعني الروبوتس هيبقوا اكتر مننا. والله نفس الشيء. بما اننا بنتكلم عن المستقبل وشايفين ان في تطور جبار هيحصل، انا بس عندي سؤال بسيط وقد كده، انا فين؟ يعني التطور اللي بيحصل ده كله مش هيعدي عليا؟ ازاي بتقول كده؟ ده كل ده عشانك انت. لو انت فاكر من سنه بالظبط ايلون ماسك صاحب شركه نيورالينك طلع واتكلم عن مشروع المفروض هيتحقق خلال السنين اللي جايه. اتكلم عن شريحه مجرد ما هتتزرع جوه مخك هتقدر تشوف كل احلامك وذكرياتك. طول ما انت نايم الشريحه بتسجل كل الاحلام اللي بتجيلك على شكل صور وفيديوهات 2D او ثنائيه البعد، والفيديوهات دي بتتسجل بنفس الالوان اللي انت شايفها في الحلم. والافكار السمعيه او الاصوات اللي بتيجي في دماغك هتقدر تسجلها كانها صوت ممكن تسمعه في اي
وقت. خلي بالك ده اللي هيتحقق في السنين الجايه، لكن في 2090 الوضع مختلف تماما. هيظهر وقتها لينسز هتشتغل زي الجي بي اس بالظبط، هيتحمل عليها كل مكان موجود على الكوكب، بمجرد ما هتلبسها هتقدر تروح لاي مكان انت عايزه من غير ما تسال حد ومن غير ما تتوه. زائد انه هيبقى في نوع تاني من اللينسز اسمه سايبرتك ايز. اللينسز ده هيخليك تشوف الضوء الغير مرئي اللي احنا ما بنقدرش نشوفه. لو انت فاكر في الحلقه اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الاطوال الموجيه، وان عينينا ما بتقدرش تشوف غير طول موجي معين. اي اطوال موجيه تانية سواء صغيره او كبيره عينينا ما بتقدرش تلمحها. اللينسز ده هيخليك تشوف كل الاطوال الموجيه دي. ما عادش في حاجه اسمها طول موجي انت مش شايفه، ده كان زمان، لا او ده دلوقتي. بعدين مفيش الكلام ده. من الحاجات الروشه برضو اللي هتحصل في 2090 ان الموبايلات هتختفي تماما وهتتبدل بالسمارت، وحاجه زي دي هتوفر لك مميزات كتيره جدا. اهمهم في نظري انك مش هتحتاج تتعلم لغات تاني، لانه بالفعل هيكون معاك كل لغات العالم في ايدك. امراض زي العمى والزهايمر المفروض انها تختفي تماما، لانه وقتها انت هتقدر تسيطر على جسمك ووعيك بشكل كامل، وده هيحصل عن طريق ملابس بتكشف عن العمليات الحيويه اللي بتحصل جوه جسمك، وتحدد هل انت معرض للاصابه باي مرض ولا لا. عشان كده متوقع ان متوسط العمر هيكون من 80 ل 90 سنه، وده بالمناسبه اطول 10 سنين من متوسط العمر النهارده. نمط حياتك هيتغير بشكل جذري. وجود الروبوتس هيقلل فرص العمل، لكنه برضه هيزود فرص العمل. ازاي دي؟ كل ما زادت عدد الالات اللي بتتوظف كل ما زاد احتياج اصحاب الشركات لمصممين للالات دي. انا بابا يالا احنا لسه موجودين برضه. من الحاجات الملحوظه واللي مزعلاني انا شخصيا هو ان اجهزه الكمبيوتر حاسس انها بدات تقل، وبقى موجود مكانها حاجه اسمها اجهزه النانو. الاجهزه الصغيره خالص دي، انا واحد متربي على ويندوز اكس بي، ذكرياتي كلها اتبنت على كلاو وجي تي اي ونيد فور سبيد وضرب الشاشه من ورا مرتين. لما اشوف الذكريات دي كلها بتنقرض كده يبقى ليه حق ازعل. لكن بصراحه ومش هكدب عليك، لما شفت كميه الاستفاده اللي هيقدمها مجال النانو تكنولوجي قلت يتحرق الكمبيوتر. انا اصلا ما بحبوش. النانو تكنولوجي هيسمح لنا نحول حجم جهاز الكمبيوتر لحجم خليه الدم، وساعتها هيبقى سهل جدا نقدر نزرعه في جسمنا. حاجه زي دي هتسيطر على وظائف الكلى بشكل دوري، وهتساعد المناعه في مهاجمه اي عدوى هتدخل جسمك. اما لو انت اتاخرت والعدوى اتملكت منك وبقيت مضطر تاخد دواء، فهتلاحظ ساعتها ان الحبوب بقت عباره عن درونز صغيره خالص. اول ما بتبلعها وبتدخل جسمك بتروح تحدد مكان العدوى بالظبط وتقضي عليه. ما عادش في جو سف الحبوب على الفاضي ده. ومن اشك الحاجات اللي هيقدر يقدمها لك علم النانو هو انه هيقدر يعالج لك اي حاجه اتشرخت، اي حاجه اتكسرت، اي حاجه اتقطعت. التيشيرت اللي انت لابسه لو حطيته تحت الميكروسكوب هتلاقيه عباره عن ذرات صغيره جدا مرصوصه جنب بعض. القطع اللي بيحصل في اي تيشيرت بيكون سببه ان في جسم غريب دخل في الذرات دي وبوظ ترتيبها، ولانها ما تقدرش تعوض مكانها فهتسيب مكانها فاضي وهيظهر لك القطع. جزيئات النانو بقى بتغير لك في بنيه الخامه نفسها، بتدي الذرات نوع من التشتت يخليها تملي اي تشقق او قطع موجود. بمعنى انت لو لابس تيشيرت معمول عليه تعديل بجزيئات النانو عمره ما هيتقطع. انت تحس انه خيال علمي لكن ده فعلا اللي هيحصل. كل التطور ده ما يمنعش ان فيه سايد افكتس لازم تحاسب عليها، او هم اللي هيحاسبوا عليها. انت مش هتبقى موجود، او ممكن تبقى موجود، الله اعلم. عم ربنا يديك الصح. بس هل هتشوف الفيديو وقتها ولا لا؟ تدخل تكتب كومنتس اللي جاي من 2090 يعمل لايك. على حسب مقال نشرته منظمه الامم المتحده فالعالم بيزيد كل سنه 83 مليون بني ادم، وبالحسبه دي فالعالم بتاعنا هيزيد من 7 مليار و800 مليون بني ادم ل 11 مليار بني ادم سنه 2090. ده طبعا هيأثر على الكوكب بتاعنا بشكل كبير وهيستنفذ كل موارده. سنه 2000 احتياجنا للاراضي والوقود والورق قضى على 50% من غابات العالم. تحديدا من 2001 ل 2019 البشر قضوا على 386 مليون هكتار من مجموع الاراضي الموجوده في العالم. الهكتار ده وحده قياسه بيساوي 10000 متر مربع، فانت متخيل حجم الدمار قد ايه؟ ده يخليك تفهم لوحدك ان فكره الغابات هتنقرض تماما. عادش هيبقى في غابات بعد كده، والغابات دي اكيد مش هتروح لوحدها، هتاخد معاها حيوانات المفروض انها اساسيه في الكوكب بتاعنا. هتعيش ازاي؟ ما هي مش هتلاقي مكان تقعد فيه ولا تاكل منه. برضه في 2090 الاحتباس الحراري هيوصل لدرجات عاليه جدا، وده هيأثر على المحاصيل الزراعيه بشكل كبير وهيدوب جليد القطبين، وده هيسبب فيضانات هتعدي على كل المدن الساحليه. جزر المالديف مثلا المفروض في 2090 75% من مساحتها لازم يغرق، لانها يعتبر من اوطى جزر العالم. فالحق نفسك دلوقتي. خلينا نقول ان المستقبل حلو جدا لكنه مش وردي. على قد ما في تطور مرعب هيحصل على قد ما في كوارث هتأثر على البشر، ولو التطور اللي هيحصل ده ما قدرش يسيطر على الكوارث دي وكمان يعالجها ساعتها اقدر اقول لك بكل ثقه ان دي هتبقى نقطه الانهيار ونهايه البشر هيبقى امر حتمي. في حلقه النهارده حاولنا نتكلم بسرعه عن مستقبل العالم في 2090. فتفتكر العالم دلوقتي احسن ولا انت مستني 2090 عشان تعيش احلى ايام حياتك؟ طبعا مستني رايك في الكومنتس تحت، ويا ريت لو انت على اليوتيوب ما تنساش اللايك وسبسكرايب، ولو انت على الفيسبوك يا ريت ما تنساش تعمل شير. الشير مهم جدا يا جدعان، واشوفك على خير الحلقه الجايه يوم الخميس الساعه 8. سلام عليكم.